مبشرة. أنا حاب أنوه جميع المشاهدين أن هذا الأسبوع السابق إلى اليوم كانت في أخبار جيدة ورائعة جدا بالنسبة لفيروس كورونا. أول شيء إحنا في نهاية عام 2020 والأخبار الطيبة قاعدة توصل لنا، لقاحين عالميين يعني نتائجهم مبشرة. كذلك أيضا منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA اعتمدت أول فحص منزلي لفيروس كورونا في المنزل، مما قد يغير من طريقة التعامل مع الفيروس، طلع النتيجة في 30 دقيقة فقط. نعم دكتور، خبرنا عن هذا الفحص، ممكن تشرح لنا سرعة الفحص، دقة الفحص؟ نعم، الحين طبعا اسرع فحص نحن نقدر نحصل عليه هو فحص الPCR عن طريق الانف. نعم. وفحص الPCR ياخذ يعني في اسرع الامور 6 الى 8 ساعات، وياخذ تقريبا يوم الى يومين في اغلب في متوسط الظروف. طبعا لما عندك شخص انت مخالط او عنده اعراض وتتاخر نتيجه لين ما تطلع، قد يعدي باقي افراد المجتمع اذا ما التزم بالحجر والعزل المنزلي. لكن انت يوم عندك فحص سريع جدا اللي اقرته يعني تاريخ امس منظمه الغذاء والدواء الامريكيه، فمعناته ان الشخص نفسه اذا شك في حصول اعراض او اذا خالط يقدر ياخذ الفحص هذا مبدئيا في المنزل، وياخذ العينه من الانف عنده ويفحص في البيت، خلال نص ساعه تطلع النتيجه. وهذا يشكل تغير كبير في التعامل مع جائحه كورونا. ايضا منظمه الغذاء والدواء الامريكيه اعتمدت اول دواء للاستخدام الطارئ، اسمه شوي صعب، اسمه بام لاني فيماب، يعني من هذا القبيل. اعتمدتها للاستخدام الطارئ لجائحه كورونا للحالات الخفيفه والمتوسطه التي، وشافوا ان الدواء هذا في دراسات المبدئيه يقلل من تفاقم حاله كورونا، وبالتالي نتائج او نحن نقول اخبار طيبه وايجابيه ان شاء الله في هذا الاسبوع كان.